السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم وفيديو جديد وحلقة جديدة من أخبار وكواليس النادي الأهلي. وما تنسوش أول حاجة بنبدأ بيها الفيديو بتاعنا الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما تنسوش اللايك والشير علشان المعلومة توصل لغيرك بإذن الله، ودعواتكم لإخواتنا الفلسطينيين إن ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم بإذن الله. أولى صفقات النادي الأهلي بتتم رسميا يا جماعة. صفقة اللاعب يوسف أيمن حافظ فرحات. يوسف أيمن اللاعب المدافع القطري المصري، لاعب نادي الدحيل، كان متواجد هنا في القاهرة من يومين ثلاثة، واليوم بيتم إجراء الكشف الطبي عليه، وبيجتاز الكشف الطبي وبيوقع رسميا للنادي الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وضع وتفعيل بند الشراء داخل البند بتاع اللاعب. يعني يحق للنادي الأهلي يفعل بند الشراء بعد هذا الموسم. مبروك للنادي الأهلي، صفقة هتكون إن شاء الله إضافة وهتكون جيدة، خصوصا بعد فشل صفقة زين الدين بالعيد ورفض كولر رحيل محمد عبد المنعم بأي شكل أيا كان، حتى لو كان في عروض أو لسه هيجي عروض. محمد عبد المنعم قاعد ومكمل، ومارسيل كولر بيرفض. وكمان هيكون عندنا مدافع تاني اللي هو محمد اسماعيل. خلاص طاهر محمد طاهر مسيرته بتنتهي رسميا مع النادي الاهلي بنهايه الموسم، وبيتم في صفقه انتقال تبادليه الى نادي زد مع اللاعب محمد اسماعيل مدافع نادي زد. نتمنى التوفيق للاعب طاهر محمد طاهر، ان ربنا يوفقه، ومليون مبروك للنادي الاهلي على الصفقه، ان شاء الله تكون صفقه اضافه وكويسه. وباكد لحضراتكم يا جماعه ان النادي الاهلي خلاص مش هيتهاون في موضوع الصفقات، وهيشتغل سريعا على الصفقات من دلوقتي، وهيحسم ان شاء الله كل الصفقات، وخصوصا ان هيتم تغيير اجانب كتير. حتى مارسيل كولر ما عندوش مانع ان رضا سليم يمشي، لان وكيله بيقول عنده عروض، ولكن مارسيل كولر قال للنادي الاهلي لو رضا سليم هيمشي عايز لاعب في نفس مكانه ويكون اعلى منه، ممكن يمشي ممكن. هنشوف ايه اللي هيتم ومين اللي هيجي ومين اللي هيروح، وهنتابع مع حضراتكم الكواليس والاخبار اول باول. تحياتي لحضراتكم، مبروك. واول صفقه للنادي الاهلي المدافع يوسف ايمن، مدافع محسوب عليك مصري، مش خسران اي حاجه ولا واخد معاك اماكن في اللعيبه الاجانب. تحياتي لحضراتكم، انتظرونا في فيديو جديد وكواليس جديده من اخبار النادي الاهلي وصفقات النادي الاهلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.